دي السقايات والعلافات زي ما انتم شايفين منظرها عامل ازاي. دلوقتي هننقعها ببردك بمواد تطهير، انا هوريها لكم بنقعها ازاي وهتشوفوا النتيجه معايا. اهم خطوه في المرحله دي خطوه تعقيم العلافات وتجهيزها للكتاكيت واستقبالها. ناس كتيره دخلت سالتني بتقولي انت بتعقمي الحاجه ازاي، بالذات المبتدئين واول مره يعقموا الحاجه وعايزين يستقبلوا الكتكوت صح. لو حتى كان الحاجه مركونه عندك بقالها فتره، او كان عندك دوره ولسه مطلعاها بتبقى عليها سبله زي ما انتم شايفين كده. العلافه معايا عايزه تدعك وعايزه تتغسل كويس، واحنا ما فيش فينا حيل بقى نقعد ندعك ونعمل وكده. طب احنا عايزه حاجه سهله وسريعه من غير مجهود وفي نفس الوقت تقتل اي ميكروب عندي. خليكم معايا في الفيديو وانا هقول لكم ايه اسهل حاجه وايه احسن حاجه والنتيجه توصلوا لها. زي ما انتم شايفين كده ديت فتحت الحنفيه، دي ميه سخنه. الميه السخنه دي جايه من السخان. طب انا مش عندي سخان اسخن ميه على البوتاجاز او كاتل، المتوفر عندي اسخن ميه فيه. الميه السخنه ديت ليه؟ الميه السخنه دي بتدوب اي حاجه في العلافات او السقايات قديمه من سبله او اي حاجه، بتوفر عليكي دعك ومظبوط. طب بتحطي ايه في الميه ديت؟ بحط كلور بيقتل اي ميكروب في السقايه عندي. بتحط قد ايه؟ بحط نص كوبايه، وكمان بحط السائل بتاعنا المواعين. طب انا ما عنديش سائل، حط اريال. طب لازمته ايه السائل او الاريال؟ لازمته ان هو بيجوز بردك السبله القديمه، والميه السخنه بتقتل الميكروب القديم لو كان عندهم كوكسيديا او ما عندهمش او ركنه الحاجه من زمان. الحاجات دي كلها بتأثر في الفك معايا وفي الكتكوت، ولا قدر الله ممكن يتوفى معايا ومعرفش ايه السبب ان انت ما عقمتيش من الاول صح. فالحاجه بتفضل، او لو ما وقفتش معايا تبقى الفك معايا ساده زي ما بيقولوا. طب انا عايزه اتجنب كل الحاجات ديت. امشي معايا خطوه بخطوه. هاتي ميه دافيه سخنيها وحطي معاها ميه ساقعه تبقى فترة معايا المية، وحطيها لمدة ربع ساعة هتلاقي معاكي الموضوع اختلف. طب انا هدعكها ولا اسيبها كده؟ لا، هتجيبي سلكة بس مش سلكة ألمونيا، هتجيبي سلك ستانلس متواجد عندنا في كل بيت وهندعك بيه. هوريكم بردك السلكة دلوقتي. دي السلكة الستانلس اللي انا بقول لكم عليها، وديت على طول بعقمها وبسيبها للعلافات. بعقمها بشويه كلور واغسلها كده وبحطها في الشمس تنشف للاستعمال اللي بعد كده. دلوقتي احنا نقعنا الحاجه زي ما انتم شايفين في البانيو او في بلاستيكيه كبيره اللي متواجده عندك. انقعيهم. طب يتنقعوا قد ايه؟ والله ما بياخدوا اي وقت، في ساعتها الحاجه بتبوش معايا زي ما انتم شايفين اهي. انا دعكتها بسلك استانلس مش ألمونيا، ما بلاش ألمونيا علشان ما يسيبش اي صدى على الحاجه بتاعتي. ساعتها بقى زي الفل. طب من ورا اهوت بقى زي الفل، ما بياخدش اي وقت معايا. العلافه نفس الحكايه، عايز يتنقعوا كمان اديلهم كمان 10 دقايق. كمان شايفين لون الميه معايا عامل ازاي والشوائب اللي نازله تحت. هي هتتساب 10 دقايق منقوعه كده، وبعد كده هنغسلها ونشطفها. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه.